تخيل معايا كده صديقي واد صغير قطقط لسه يا دوب بيفتح عينه على الدنيا، بس ولكن في يوم وليله بيفتح عينه بيلاقي الدنيا كلها اتدمرت، الشياطين قتلوا اهله قدام عينيه والعالم كله بقى خراب. بس تفتكروا دي النهاية؟ لا والله، دي مجرد بداية. الواد اتحول واكتسب قوة جبارة، بقى وحش كاسر بمعنى الكلمة، حالف لا ياخد بطار اهله اللي اتقتلوا قدام عينيه والراجل يقف قدامه. بص يا صديقي، انا جايب لك انمي النهارده اقل ما يقال عنه ان هو اسطوري بمعنى الكلمه، بس في البدايه عايزك تصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام وترزع اللايك الجامد بتاعك، وهيا بنا نغوص في اعماق الحكايه. بيبدأ الانمي بتاعنا في حفلة رايقة كده يا باشا، والدنيا لذيذة على الآخر، وبنعرف صديقي ان واحد من كبار مصاصين الدماء عامل حفلة فخمة كده كل مصاصين الدماء اللي في البلدة، شوية دم على شوية حاجات من المقرفة ده يا جدعان، والدنيا كانت لذيذة على الآخر. الدنيا ماشية رايقة لحد ما فجأة كده الحفلة دي بتتقلب لكارثة بمعنى الكلمة، الكل فجأة بدأ يهاجم الستات اللي كانت موجودة معاهم، وبدل ما الحفلة كانت رايقة بقت اتحولت لبحر دم. في نفس اللحظة كان في مجموعة من صيادين مصاصين الدماء بقيادة واحد اسمه جراف بيستعدوا للهجوم على الحفلة بتاعت السيد كريش، وهنا يا صديقي بيظهر واحد بيكون اسمه يولي وعنده حاسة شم غريبة جدا، بيشم ريحة الدم من بعيد قوي. الواد اول لما الريحة وصلت له اتجنن حرفيا يا جدعان، وهجم بشراسة من غير ما يستنى فريقه. يا نهار ابيض، بتعمل ايه يا ابن المجنون انت؟ بينط من فوق السطح وبيلاقي ان كل الضيوف خلصوا على الستات اللي موجودة وتحولوا لشكلهم الحقيقي كمصاصين دماء، بس ولكن يولي ساعتها بيولع اكتر واكتر وبيهجم على واحد بالرمح الحديدي بتاعه، وبيبدأ القتال وحش ومجنون. الفريق بتاعه بيتخض ان هو يحصل له حاجه من كميه العدد بتاعهم، وبينزل بسرعه علشان يساعدهم، بس ولكن صديقي العزيز في الاخر بيقدروا يخلصوا على كل اللي موجودين في الحفله. وبعد اليوم دوت ما بيعدي بيقرروا يتحركوا بالسفينه بتاعتهم للعاصمه الامبراطوريه بعد ما جاهم امر من القياده العليا للشرطه ان هم ينضموا ليهم، وده بسبب ان في جرائم بشعه بتحصل في المكان ومحدش عارف مين وراها. وعلى صعيد اخر بنشوف الشرطه لقت جريمه مرعبه حرفيا، شباب كتير مقتولين بطريقه وحشيه، كانوا فاكرين ان حزب هياكو هو السبب بعد ما هرب منهم مجرم خطير جدا محكوم عليه بالاعدام بيكون اسمه كوروتا. في نفس اللحظات بقى السيد جراف والفريق بتاعه القوي وصلوا المدينه اخيرا، وبسبب الوضع هناك كانت الشرطه وعلى راسهم الرائد ايباتا كانوا منتشرين في الشوارع كلها مستنيين اي اخبار عن كوراتا. الدنيا مقلوبه في الاخبار وكل نشر صورهم وكل بيدور عليهم حرفيا. في نفس الوقت بقى السيد جراف والفريق بتاعه كانوا وصلوا لعائله السيد ناوي، وواحد من كبار السياسيين وقتها بدا ان هو يشرح للسيد جراف ان البلد بقت مرعبه، الناس خايفه ومرعوبين، وبسبب كده ما بقوش يخرجوا بالليل والاقتصاد اتدمر بسبب كتره الفوضى. والمشكله الكبيره كانت في حزب هياكو، الحزب اللي كان بيقول ان هو بيحب الشعب وبيسعى للعداله، بس وفجاه الولاد المستفز قلبوا الترابيزه وبداوا يعملوا جرائم دمويه باسم تحقيق العداله، وبيقولوا ان هم بينظفوا المجتمع. السيد جراف مصدوم وكان هيتجنن وكان مقتنع ان الموضوع وراه سر كبير، فقرر وقتها يروح للشرطه ويطلع الملفات ويبص عليها بنفسه. واما بقى على جانب اخر المعلم كوروتا اللي كانت الدنيا كلها بتدور عليه، بنشوف سيده مريبه حبساه. كوراتا المرعب محبوس في قبو مليان جثث، والراجل كان مرعوب وقتها يا ساده، وفهم ان هم خاطفينه علشان يلزقوا في كل الجرائم بتاعتهم. ما هو اصلا يا جدعان مش فارقه معاه، ما هو محكوم عليه بالاعدام كده كده. وعلى الجانب الاخر بقى كان جراف وصل مركز الشرطه وقابل رئيس الجهاز، وفعلا قعد مع المساعد بتاعه يراجعوا كل حاجه. في نفس اللحظه اللي كانت دوريات الشرطه منشطه الشوارع كلها وخاربين الدنيا حرفيا، واحد غلبان من العساكر شاف حركه غريبه في بيت مظلم شكله كبير جدا ومرعب. السطح كان مليان خفافيش بطريقه مش طبيعيه يا ساده، وفجاه الراجل شاف دم كتير نازل على الازاز. اللي حصل خلاه يتجمد من كتر الرعب حرفيا، ما بقاش قادر ياخد نفسه. الخفافيش طارت في كل مكان يا ساده، وطلع من وراه وقتها واحد من مصاصين الدماء مخيف جدا، خلص عليه في ثانيه واحده بس. انه الغدر يا ساده. الخبر ده انتشر ووصل للشرطه في نفس الوقت اللي كان فيه جراف في المركز، اول لما سمع قرر ان هو يروح بفريقه معاهم. وفعلا الشرطه انتشرت في الشوارع يا صديقي، وفي وسط كل دوت ظهرت اجاسها وسط الناس كلها. بس البنت لما دخلت شارع ضيق مظلم كده لقت واحد واقف مستنيها يا ساده. البنت خافت واترعبت وعدت من جنبه كانها مش شايفاه ابدا، ولكن اتكلم وقال لها انا شامم ريحه الدم اللي طالع منك يا متوحشه، انا مش عايزك تمثلي كتير لان عارف حقيقتك بالظبط، ودلوقتي جه وقت موتك. البنت اتغير شكلها وقتها يا صديقي، وطلعت انيابها ومخالبها وبانت عليها حقيقتها كمصاص الدماء. هجمت هجمه مميته على يولي وقتها، بس هو صدها بكل قوته. البنت لما شافت قوته عرفت وتاكدت ان هو من صائد مصاصين الدماء. البنت كانت خايفه وحاولت الفرار من قدامه، ولكنها اول لما خرجت لقت نفسها واقعه في الجين. فريق جراف محوطها من كل ناحيه والنار بتتضرب عليها من كل اتجاه زي المطر كده. البنت خلاص كانت هتموت يا ساده، ولكن في اللحظات الاخيره حصلت الكارثه. مساعدها جيب العربيه بتاعتها وخطفها وهرب من قدام الجميع. فريق جراف اتصدم وجري وراهم بالعربيه وقتها علشان يلحقهم، ويولي بدا ان هو يقفز من سطح لسطح لحد ما حدد مكانهم. ولما العربيه عدت من فوق المبنى اللي هو واقف عليه نط عليها وطلب من زمايله ان هم يقربوا منهم.
وبمجرد ما قربوا بالفعل خبطوا العربيه بتاعتهم جامد ووقفوها، بس يولي نط على العربيه بتاعت اجازه وبوم قدر يطعن الحارس بالرمح بتاعه وخلص عليه تماما. العربيه وقتها اختل توازنها واتقلبت وانفجرت يا ساده. بس طبعا زي ما احنا عارفين النار ما بتقتلش مصاصين الدماء، وساعتها يولي جهز السلاح بتاعه طلع يجري على الجسر وهاجم الحارس وقتها. طعنه طعنه قاتله بمعنى الكلمه، واجازه كانت واقفه مصدومه وكانت واقفه في وضع التحدي، وبالفعل بدات منهم معركه شرسه بكل ما تحملها الكلمه. البنت كانت واثقه في نفسها زياده عن اللزوم، ولكنها بعد شويه اتفاجئت ولقت نفسها مش قادره عليه خالص. جاتك 60 نيله يا بت ومال عامله نفسك نينجا بس. ولكن وفجأة اللي حصل وقتها يا ساده شافت في عينه غميض ازرق ونور غريب طالع من جلده. فهمت في نفس الوقت ان هو مش انسان عادي ابدا، دوت من فصيله السيروس. البنت خافت واترعبت وتراجعت في نفس الوقت يا ساده. ولكن يولي استغل الخوف دوت وهجم عليها وقطع ايديها ورجليها ورماها من فوق الجسر وقتها. ولكن قبل ما يخلص عليها ظهر شخص غامض من بعيد ورفع البنت اجازه في الجو بقوه دمويه مرعبه وانقذها. جراف ساعتها فهم المؤامره اللي معموله وعارف ان الراجل دوت خطير جدا، وصرخ في يولي وقال له هتجري وراهم. ولكن لا حياه لمن تنادي، كان في شيء مسيطر على يولي وكانه مش سامع اي حد ولا شايفه، وخصوصا ان هو كان عارف ومتاكد ان القوه اللي قدامه ديت قوه واحد من ملائكيون كبار مصاصين الدماء. ابن المتهوره جري وراهم يا صديقي علشان يطعنه ويخلص عليه، ولكن قبل ما يلحق يوصل لهم مصاص الدماء التاني ضربه برصاصه قويه وبوم رشقت في قلبه ووقعت يولي في الماء قدام عيون جراف والفريق بتاعه. ما قدروش يلاقوا وقتها بسبب شده التيار وكانوا هيتجنوا عليه حرفيا. علشان يمر الوقت وبعد يومين بنشوف الحاج يولي في بيت احد الاطباء كان لقاه بالصدفه في البحر واهتم بيه وانقذه، ولكن بلغ الشرطه عنه. ان هو يبلغ الشرطه دوت اللي خلى جراف والفريق بتاعه ان هم يعرفوا مكان يولي ويروحوا له وقتها. جراف كان غضبان جدا من يولي واتكلم وقال له ان قوه دم الوحش المستذئب اللي جواك هي اللي اتحكمت فيك، وان هو بسبب لعنه الدم ديت كان على وشك ان هو يموت لولا معروف الطبيب اللي قدر ان هو ينقذه. وبالرغم ان يولي حاول ان هو يهدي جراف من الغضب اللي هو فيه، ولكنه فشل وقال له انت عبيط يالا، انت ازاي ما تسمعش كلام انا قائد الفريق بتاعك، انت كنت هتموت نفسك. وطلب منه جراف ان هو يفضل في بيت الطبيب دوت لان جروحه لسه خطيره وهيسيب معاه فلير كمان. واما بقى في نفس اليوم بالليل صديقي العزيز بيكتشف مجموعه من العساكر مجموعه اشخاص مقنعين وعاملين مجزره في واحده من الشوارع الضيقه، عاملين مجزره في شارع من شوارع المدينه وللاسف بيقتلوا اي حد يقابلوه. اما بقى في نفس الوقت على الجانب الاخر كان الرائد ايباد بيتابع كل اللي حصل مع اصدقائه من الشرطه وشايف ان المقنعين دول تابعين لحزب هياكو، ولكنه دايما كان محتار في طيبه المنظمه الارهابيه اللي بتموت الحزب ده، وكمان كان قلقان من جراف والفريق بتاعه، وده لانهم اجانب ومش عارفين نواياهم الحقيقيه ولا هم اتباع لمين، فبيقرروا ان هم يراقبوهم من بعيد لبعيد كده علشان يتاكدوا منهم. اما بقى جراف بنشوفه بيدخل بار وبيقول للراجل اللي كان موجود هناك كلمه سريه، فالراجل بيطمن له وبيعرف ان هو من الجماعه بتاعتهم وبيقول له كل الاخبار اللي حصلت واسمعها، وبيوعده ان هو يجمع معلومات اكتر واكتر من الزبائن اللي بيتجالوا عن حزب هياكو ومعتقداته الدمويه. المهم وتاني يوم بنشوف جراف والفريق بتاعه مشغولين جدا في تحليل جريمه حزب هياكو، ويا ترى كانت رسالتهم ايه من قتل المفكرين التابعين للحكومه وعلاقتهم بمصاصين الدماء اللي ورا قتل يولي. في نفس ذلك الوقت كان جريش مشغول بعلاج البنت اسا وبيفكر ازاي واحد ميستيروس لسه عايش لحد دلوقتي. ده هيسبب لهم مشاكل كبيره جدا في المستقبل. واما بالليل بقى صديقي العزيز في بيت الطبيب كان فيليب بينادي عليه علشان ياكلوا سوا، بس ولكنه الولد وقتها اكتشف سر كبير جدا وبلغ بيه جراف على طول وقال له خد بالك الطبيب دوت بيصنع قلوب صناعيه، وده يعتبر عمل جنون ومحرم بمعنى الكلمه. المهم بياخد الصدمه في وشه من هنا المعلم، وبعدها بكام يوم بيخرج الطبيب ويتكلم مع بنته البنت ساكي، بيقول لها انا فرحان جدا انا خلاص خلصت اختراعي، وان هو اخيرا هيقدر يقضي وقته معاه ومش هيسيبها ابدا مره تانية وهيفسحها ويروق عليها. الكل بيسمع كلام الطبيب والخدامه بتاعتهم اللي بتخدمهم بتسمع الكلام هي كمان وبتجري على البنت اجازه، بتقول لها انا عرفت لك خبر بمليون جنيه شخلي لي جيبك يا حلوه. الطبيب خلص القلب الصناعي بتاعه، ساعتها الخدامه بتعتقد ان هي تاخد الفلوس اللي هي وعدتها بيها، ولكنها بتتفاجئ باجازه بتخلص عليها. انت كنت مستنيه تاخد الفلوس اللي بتغدر بيها حلوه. في نفس الليله بقى بيكتشف جراف ان اللي قتلوهم من حزب هياكو دولت كانوا علماء ومفكرين خاصين بابحاث الدم والاعضاء البشريه الصناعيه. المفاجاه بقى ان العربيه اللي هربت بيها البنت اجازه كانت تابعه لواحد من العلماء دول اللي اختفوا تماما، وبكده بيكتشف ان في علاقه بين الحزب ومصاصين الدماء. في نفس ذلك الوقت حصل هجوم قوي مرعب على بيت الطبيب وكانوا خلاص مصاصين الدماء ومعاهم البنت اجازه وصلوا، كانوا جايين يسرقوا اختراع الطبيب اللي تعب فيه سنين وسنين علشان يعمله. ومش بس كده، لا والله ده اجازه بنت المفترية حولت الطبيب لمصاص دماء مرعب. راحت بعدها تهاجم يولي علشان تتخلص من ستيريوس اللي كان بيهدد وجودهم، وساعتها المعركه كانت دمار بمعنى الكلمه. لكن يولي وقتها كان مشتت لانه شايف الطبيب بيهاجم بنته ساكي وعلى وشك ان هو يمتص دمها، بيجن جنونه وبيبدا يقطع في اجازه بمعنى الكلمه، بقول لها تعالي لي يا بت انتي، وبوم بيطعنها في قلبها بالرمح القوي بتاعه بيخلص عليها وحرف السكينه في رقبه الطبيب، وكده انقذ البنت ساكي. اجازه بتلفظ انفاسها الاخيره وبتتكلم وبتقول له انت وحش قاسي وقذر جدا ولا يمكن تلاقي السفينه اللي فاتتك
بتاعتك واللي انت بتدور عليها وضاعت من اهلك. اوبا، وبعد كده ما كملتش كلامها واتحولت لتراب. وفجأة وهو واقف حصل انفجار قوي في بيت الطبيب، وجري يولي علشان يشوف مين اللي هاجمهم مرة تانية، علشان يكتشف وحش مرعب عملاق واقف قدامه بيضربه ركلات سريعة ومميتة. ولكن فجأة هنا كانت الصدمة يا سادة، يولي بيكتشف ان الشخص دوت هو اخوه الكبير. بعد كده بتوصل الشرطه لبيت الطبيب يا صديقي، وبيحققوا في الحادثه المميته اللي حصلت ديت. اما السيد جراف بياخد يولي وفليب وبيرجعهم البيت عنده مره تانية. اما تاني يوم بقى يا صديقي بنشوف البنت ريكو في المدرسه بتاعتها بتفكر في اللي شافته امبارح في بيت الطبيب، وقت ما كانت رايحه تزور الولد يولي، وبالصدفه شافت الحقيقه كلها، فقررت ان هي تروح تطمن على يولي وتشرح له اللي حصل. اما يولي بقى كان ساعتها في الاوضه بتاعته وعارف من فيليب ان ساكا هتعيش مع واحد من قرايبهم. يولي حزن جدا واتكلم وقال انا عارف ان هي حاسه بالضياع بعد ما فقدت ابوها على ايدي، بس ولكن فيليب غضب وقال له الطبيب كان لازم يموت، كان لازم يموت لانه بقى وحش ولا يمكن التهاون معاه ابدا، ما كانش هيقف غير ما ياكلنا كلنا. يولي ساعتها سابه ومشي يا صديقي وهو متضايق وغضبان من طريقه تفكيره، وبعدها قعد يفتكر طفولته في القريه بتاعته واخوه الكبير اللي كان بيساعده في الصيد، واللي في يوم من الايام اصطاد غزاله كبيره وراح للقبيله بتاعته واتكلم وقال لهم ان يولي هو اللي اصطاد الغزاله دي. الام وقتها فرحت بابنها الصغير كتكوت اللي بقى بطل وصياد شاطر، ده حتى جدهم زعيم القبيله كان فرحان بالولد جدا يا صديقي، وعمل وليمه كبيره وعزم كل اهل قبيلته. وفي اخر اليوم كان الجد بيتكلم عن سفينه سيريس والسيره بتاعتها اتفتحت، وقال لهم ان دمائهم هي اللي تعتبر ميراث عائلتهم ودليل زعامتهم هتقودهم لمكان السفينه. يولي وقتها الشجاعه خدته، قام واقف كده بكل قوته واتكلم وقال لهم انا هيجي عليا الدور في يوم من الايام انا هكون حامي السفينه، وان هو في يوم من الايام هيلاقي السفينه والناس كلها تفتخر بيه. وبعد شويه بيدخل جراف اخوه على الولد يولي وبيساله عن سبب حزنه، بيقول له انت عامل كده ليه يا عم الحاج، انت شايل طاجن ستك على دماغك ليه؟ الواد المسكين بدا يحكي له ان الليله اللي فقد فيها اهله كانت شبه الليله بالظبط اللي في بيت الطبيب، وقت ما صحى على صوت صريخ مالي المكان ونزل لقى امه مقتوله واخوه كان نايم جنبها، ووحش مصاص دماء كان مرمى على الارض ومغروس في قلبه سيف اخوه. امهم بتصرخ وبتطلب منهم ان هم ما يرجعوش للمكان ويهربوا من هنا في اسرع وقت ممكن. وقتها كان يولي لسه طفل صغير وكان رافض يسيب امه تموت قدام عينيه ويمشي، ولكن اخوه اجبره ان هو ينفذ الكلام بتاع امه. واخر حاجه عملتها امه المسكينه وبتلفظ انفاسها الاخيره ان هي ادت له شال علشان يفتكرها بيه ويفتكر القبيله بتاعته دايما. بعدها هربوا الاثنين الاخوات وهم شايفين القبيله بتاعتهم بتتعرض للهجوم عنيف جدا من مصاصين الدماء. وحوش مصاصين الدماء الجباره قتلت شعب بقاله 1000 سنه على قيد الحياه، استولى على ارضهم بوحشيه وهم طمعانين وقتها في السفينه بتاعت السيروس اللي هتحقق لمصاصين الدماء حلمهم بانهم يكونوا اسياد العالم. انها الليله التعيسه يا ساده، اتحولت الليله ديت لمذبحه بمعنى الكلمه. بعدها يولي بيعرف السيد جراف ان اخوه ميغا موجود هنا، وان هو شافه في هجوم مصاصين الدماء عليهم في بيت الطبيب، ورغم ان هو شكله اختلف ولكنه متاكد ان هو اخوه ميغا. وفي نفس الوقت رجع بذكرياته ورا شويه لما كانوا مصاصين الدماء بيهاجموهم وهم كانوا بيهربوا واخوه حاول ان هو يحميه. كانت النتيجه وقتها ان هو ضحى بحياته علشان يهرب يولي، كان بيحاول يهرب من مصاصين الدماء وشافوا وقتها مصاصين الدماء وهم بيقطعوا في اخوه. جراف اتاثر بالكلام بتاعه وعرفه ان اخوه اتحول لمصاص دماء للاسف، بس يولي اتكلم وقال له ان هو حس بالسعاده اول لما شافه، وان هو مهما حصل منه مش هيقدر يقتل اخوه ابدا اللي ضحى بحياته كلها علشان يعيش. يولي المسكين قعد يبكي بحرقه وقتها لانه واقع بالنارين ومش عارف يتصرف ازاي. بعدها نزل الجنينه بتاعته وفضل يفكر في باقي الحكايه لما جري في التلج، ولكن مصاص الدماء مسكه وقتها، كان على وشك ان هو يقتله وخطف منه الشال بتاع امه وقطعه قدام عينيه، وساعتها يولي اتجنن حرفيا وشراره ذاتها بانت من عينيه. يا نهار ابيض، الواد بقى مرعب بمعنى الكلمه لدرجه ان مصاص الدماء خاف منه. يولي كانه اتحول لوحش وقتل مصاص الدماء بكل شراسه، ده قطعه حرفيا. ساعتها بس فهم من ذكريات الماضي على صوت البنت ريكو بنت السيد ناوي. الولد اتضايق ان هي قطعت تفكيره وطلب منها ان هي تبعد بعيد عن وشه والا هيخلص عليها، ولكن ساعتها قربت منه وشافت شكل يولي المتوحش يا ساده. البنت قالت له انا على فكره مش خايفه منك، هو انت كده هتخوفني هلا؟ ولكنه سابها وكان بيحذرها وقتها ان هو قتل مصاصين الدماء وان هو خطر جدا ولو قربت منه هيكون الخطر عليها. المهم صديقي العزيز بنعرف بعد كده ان يولي وهو صغير كان هيموت في عاصفه جليديه لولا السيد جراف لحقه، هو اللي لقاه وعرفه طبيعته الوحشيه واخده يربيه بعد كده، واتكلم وقال له ان هو يعلمه القتال، وبعدها قدر ان هو ينتقم من كل مصاصين الدماء اللي في العالم كله. المهم يا صديقي بعد يومين بنشوف واحد من مصاصين الدماء بيروح لزعيم الحزب السيد ناوتو وبيعرفه ان السيد جيريش انهى التحالف اللي بينهم وان هو مش عاوز يتعاون معاهم مره تانية. فزعيم الحزب بيغضب جدا والنار بتشتعل فيه لدرجه ان هو بيقتل الراجل اللي جه بلغه، وبيقول للاعضاء الحزب بتاعه ان هم لازم ينتقموا من الوحوش الحسالة دول. اما بقى السيد جراف في الوقت دوت بيكون رايح لواحده من شركات المدريد باعتباره واحد من اصحاب شركات الاسلحه وعايز يتعاقد معاهم في صفقه كبيره، بس هناك بقى يا معلم بيعرفوا رئيس شركه المدريد ان هم عملوا تعاون مع الجيش في توريد صفقه اسلحه
اسلحه متطوره، وان هم المفروض يجتمعوا معاهم في مدينه جوتا علشان يتفقوا على الصفقه دي. بعدها بيرجع جراف للفريق بتاعه بيقول لهم ان هم لازم ينتقلوا للمدينه بتاعه جوتا في اسرع وقت ممكن، لازم في اسرع وقت ممكن يعرفوا ايه الصفقه اللي هتوديها الشركه المدريديه للجيش الكبير. ووقتها يولي بيطلب منهم ان هو اللي يروح بنفسه علشان يتفقد الصفقه دي، مش محتاج اي حد معاه. وكمان بيعرفهم ان الرماد اللي لقوه في حزب مقر هياكو اكيد رماد مصاص الدماء، ودوت مش معناه ان التحالف اللي بينهم خلص، والعداوه دلوقتي المفروض بدات اصلا، ولازم يستغلوا الوضع دوت علشان يخلصوا على الاتنين. وبالفعل تاني يوم على طول بنشوف مذبحه جامده جدا بتحصل في معسكر الجيش الياباني، مذبحه بتشهدها مدينه جوتا يا صديقي بمعنى الكلمه. بيقدر فيها جريش ان هو يخلص بسلاحه الحديد على كل اساده، ولكن بيسيب القائد بتاعهم، وده علشان يوصل الرساله للقاده هناك كنوع من التهديد. واما بقى على الناحيه التانيه بنشوف شخص مهم جدا من مصاصين الدماء وهو السيد اف، بيكون قاعد مع الملكيون بيتكلموا وقتها عن بحث عن سفينه السيروس، بس ولكن الملكيون كانوا رافضين الفكره تماما وقتها واعترضوا على كلامه. اتكلموا قالوا له فوق بقى من الغيبوبه اللي انت فيها، انت لسه بتدور على الوهم بتاع قبيله المستذئبين، وقال له الكلام ده كله ملوش معنى بالنسبه لنا، وان افكارهم عن المجد مش هتتحقق ابدا. ساعتها اف بيغضب جدا منه يا صديقي وبيقول له ان مفيش اي فايده من الكلام معاه، وبيسيبه بعد كده وبيمشي. بس ولكن بيجي اتنين من مصاصين الدماء الصغيرين وبيتكلموا بيقولوا له الاسلحه الخارقه في طريقها، فبيرد عليهم وبيقول لهم ان ديت الاخبار اللي كان نفسه يسمعها من زمان، مش الاخبار اللي تسد النفس، وبيمشي بعد كده معاهم علشان يتاكد من الخبر اللي جابوه. في نفس اليوم بقى يا معلم بنشوف حزب الهياكا وكانت النار مولعه في عينيه وبيهجم على المدريد، بس ولكن في نفس اللحظه ديت كان السيد جراف مع اصدقائه في البار وبيتكلم وبيقول لهم ان هو عنده عدوان دلوقتي، حزب هياكا واعدائهم مصاصين الدماء، وبيعرفهم ان اصلا مصاصين الدماء منقسمين لنوعين، نوع ملكيون ونوع عبيد. العبيد يقدروا يتنكروا في شكل البشر ويستخدموا عدسات علشان يحموا عينيهم من اشعه الشمس اللي ممكن تقتلهم، اما الملكيون فعندهم قوه خارقه قتاليه لدرجه ان هم يمشوا في الشمس من غير ما يتاثروا خالص. وبيعرفهم ان الفرقه الثانيه هي حزب هياكو دوت حزب دموي جدا، وطبعا غضبهم دلوقتي كبير بما انهم خسروا اتفاقهم مع مصاصين الدماء اللي استغلوهم وبعدين رموهم، ومن الاكيد بعد الصدمه اللي تعرضوا لها ديت هيروحوا يعملوا اتفاق مع اي حد تاني يخدم مصالحهم، وساعتها بس وانا متاكد ان هم يروحوا لشركه مدريد وديت هتكون هدفهم اللي جاي. وبالفعل يا صديقي في الوقت دوت حزب هياكو في المدريد كان عامل مذبحه بمعنى الكلمه، عامل كل ده علشان يخوف مدير المدريد عشان يقول لهم مكان كريش، ومش بس كده ده عايز يعرف كمان مكان الصفقه اللي بيعملوها معاهم وايه علاقتهم بالجيش الياباني. ووقتها بيعرف من المدير ان كريش راح على المدينه بتاعت جوتا عند واحده من المعسكرات بالتحديد علشان يجربوا السلاح الجديد اللي طوروه. في نفس اللحظات بقى الرائد ايبات كان بيستعد علشان يسافر لمدينه جوتا، وكان في المكتب بيجهز نفسه للسفر، بس ولكن وفجاه بيجي له تليفون من الفريق بتاع التحقيق بتاعه بيقولوا ان حصلت مذبحه في المعسكر بتاع جوتا، ومفيش ولا واحد عايش هناك غير القائد اللي سابوه مخصوص علشان يبلغ القياده بالرساله بتاعت التهديد منهم. وفي نفس ذلك الوقت كان يولي مع دورا راكبين القطار ورايحين على جوتا، ولكن الغريب بقى ان يولي وقتها بيشم ريحه دم جايه من القطار اللي جنبهم، فبيجري بسرعه ناحيه الريحه ديت علشان حاسس ان كريش او اي حد من مصاصين الدماء موجود هناك. دورا بتتخض وبتجري وراه علشان تشوفوا ايه اللي بيحصل دوت، وفي نفس الوقت ريكو كانت مستخبيه بتراقبهم، ولما شافتهم طلعت تجري جريت وراهم هي كمان وركبت نفس القطار علشان تتابع اللي بيحصل وما تسيبهمش لوحدهم. واما بقى في الناحيه الثانيه يا صديقي الكارثه اللي حصلت في المدريد انتشرت في المكان، الكل عارف بقى وجرافوا فرقوا فهموا ان ديت من افعال حزب هياكو وان لازم دلوقتي يلحقوا يولي ودورا. وبالفعل يولي كان راكب القطار التاني وبالصدفه ايبات كان على نفس القطار علشان يتوجه للقياده ويعرف ايه السبب اللي حصل في المعسكر. وعلى الناحيه الثانيه يا صديقي كريش كان موجود في القطار وكان معاه مخترع مجنون وشكله غريب، ومش بس كده ده كان معاهم وحش مصنع وشكله غريب جدا هو كمان ومرعب وشكلهم مش ناويين يجيبوها لبره. بس ولكن كريش في نفس الوقت كان قلقان جدا ومش فاهم ليه السيد اف كان مهتم بموضوع السفينه بتاعت سيروس، ويا ترى ليه مصمم على موضوع الاعضاء الصناعيه وصناعه الوحش اللي موجود معاهم ده. بس ولكن وقتها المفاجاه الحقيقيه بتحصل يا صديقي لما كان يولي قاعد في القطار منتظر دورا، بيحاول وقتها ان هو يكتشف مين مصاصين الدماء اللي مختفيين بين الركاب وبيشوف اخوه قدامه، وساعتها بس بيستوعب ان ريحه الدم اللي شافها وشمها ديت كانت ريحه اخوه بنفسه ومصاص الدماء اللي بيدور عليه. ساعتها ميغا عرف اخوه ان هم بقوا اعداء دلوقتي ولكنه بيسعى في طريق الانتقام، بس هو ماشي في الطريق الغلط، وحذره ان هو يواجهه في اي يوم من الايام لان ساعتها مش هيسمع عليه وهيقتله على طول. كل ده والحاج يولي قاعد مصدوم ومش قادر يرد بكلمه واحده. في نفس الوقت ايباي كان وصل للسيد كان قائد الجيش اللي عرفه وقتها ان هم وقعوا في فخ مع الوحوش اللي تعاونوا معاهم وخدعوهم بسلاح فتاك، وان هم دلوقتي لازم يمنعوا وصول الوحوش ديت للعاصمه باي شكل من الاشكال لان هيدمروها. الرائد ايباي ما كانش فاهم اي حاجه من اللي يقصدها القائد، بس اثناء ما كانوا بيتكلموا فجاه القطر
وقف. اكتشفوا ان حزب هياكو بقيادة نايتو وكل الرجاله بتاعتهم قرروا ان هم يخطفوا القطر علشان يمسكوا كريش. وساعتها السيد كاي طلب من ايباي ان هو يحمي المدنيين وبعدها يواجهوا نايتو والعصابه بتاعته. بس ولكن بعد ايه ده خلاص نايتو بدأ الهجوم العنيف بتاعه، شغل مجزره بمعنى الكلمه وكل اللي بيقف قدامه بيديله واحده بيخلص عليه. اما بقى كريش فكان شايف ان هم مجموعه حساله وان هو مش هيضيع وقته معاهم، وساعتها امر ميغا ان هو يخلص الموضوع. وبعدها كريش بينزل من القطر وبيختفي في اللحظات ديت وكانه اتبخر يا ساده، محدش عارف هو راح فين. اما ناوتو فبيستمر في المذبحه الجباره اللي هو عاملها لحد ما فجاه بيقف مصدوم يا ساده قدامه كائن غريب جدا وكانه نسخه من فرانكا. بيعرف ساعتها ان دوت السلاح اللي صنعه مصاصين الدماء وبيفرح جدا وبيقرر ان هو يحصل عليه بنفسه. ولكن ناوتو المسكين ما خدش باله ان العالم المجنون اللي صنع الوحش دوت كان بيراقبهم ومسيطر على الوحش من بعيد. وفي هذه اللحظه يا ساده بيوصل ايباي اخيرا لناوتو وبيحصل بينهم مواجهه عنيفه، بيبدا اطلاق النار من الطرفين وكأن الرصاص متطاير في السماء زي المطر. بس ولكن ايباي بيقدر ان هو يضرب ماكينه البخار وساعتها جزء كبير جدا من القطار بينفجر. بالرغم من كده مفيش اي حاجه بتحصل لناوتو ولا الرجاله بتاعته ودوت لان الوحش كان حاميهم يا ساده. بس ولكن حصلت حاجه مش متوقعه قبل ما يكملوا فرحتهم، الوحش ظهر وقطع ناوتو قدام الكل، رمى قدامهم بكل عنف وكمان قضى على كل اللي موجودين معاه لدرجه ان بقى العصابه طلعت تهرب من قدامه. يا نهار ابيض ده الوحش ده شكله مجنون يا جدعان وهيخلص على الكل. وفي نفس الوقت يا صديقي كان فيليرو وفالون خلاص وصلوا للقطار وقدروا ان هم يدخلوا جوه ويساعدوا دورا في مواجهه حزب هياكو. وفالون وقتها يا صديقي جري وفصل عربيه المدنيين عن باقي القطار لان القطار ماشي لطريق مسدود وهيتقلب قريب. في نفس اللحظات بقى بنشوف بطلنا الجبار يولي كان بيطارد ريحه الدم اللي شاممها، فضل ماشي وراه لحد ما بيوصل، ولكن اول لما بيوصل بيتفاجئ بوحش عملاق مصنع يا ساده. بيكتشف اخيرا وبيدرك ان الريحه ديت طالعه منه، وساعتها بيبدا مواجهه عنيفه جدا بين يولي والوحش ده، ضربه من هنا على ضربه من هنا والدنيا مشتعله على الاخر. اما الرايد ايباي بيشوف المشهد المرعب دوت وبيقرر ان هو ينسحب من المواجهه، ولكنه وقتها ظهر واحد لابس اسود في اسود كده وابتدى ان هو يضرب عليه نار، بيقول له اقف يلا انت رايح فين انا هخلص عليك دلوقتي. ولكن فجاه بيقدر فريق جراف ان هو ينقذ ايباي واللي موجودين معاه، ولكن قبل ما يهربوا يا ساده الشخص ده فجاه بيتحول قدامهم لوحش مرعب، وحش قاتل بمعنى الكلمه. ريكو وقتها قرر ان هو يتصرف بسرعه وخطف السيف من واحد من قوات الجيش وضرب المخلوق دوت فتحول لرماد قدامهم. ايوه كده يا عم لازم تشغل دماغك في ثانيه الا ثانيه. ساعتها ايباي بس فهم ان هو قدام مصاصين دماء من اخطر مصاصين الدماء اللي في العالم. اما الحاج يولي بقى كان مستمر لحد دلوقتي في مواجهه الفرنكا. العالم اللي اخترع الوحوش مراقب الموقف وكان بيسجل حركات يولي وكانه بيجمع بيانات لمعرفه طريقه قتاله. العالم كان مبسوط جدا من اللي هو بيعمله دوت وكانه بيقول له انا خلصت عليك يا يولي. في نفس اللحظات ميغا ظهر بقى جنب يولي واتكلم وقال له واضح ان انت مصمم على الانتقام، ولكن خليني دلوقتي اساعدك. وبالفعل ميغا دخل في المواجهه بدل اخوه وابتدى ان هو يقطع الوحش لحتت صغيره، ضربات يمين وشمال والاشلام متطايره في الجو يا ساده. بس ولكن الوحش ما كانش محوق في اي حاجه لحد ما سحبه لسطح القطر وفجاه وجه له ضربه قويه قطع نصين. ابن المجنونه بعد كده رماه تحت القطار ودوت اللي خلى القطار يختل توازنه ويخرج عن المسار بتاعه يتقلب. ووقتها يولي فعل الكلام بتاع اخوه بيتكلم وبيقول له خد بالك يا يولي، لو انا في يوم من الايام بقيت شبه الوحش دوت وما بقتش قادر اسيطر على نفسي اقتلني ارجوك من غير ما تتردد، ولازم تعرف ان انت اللي مكتوب لك تلاقي السفينه وقوه السفينه دي هتديك قوه تخليك تمحي العالم. يا نهار ابيض انها الصدمه يا ساده. الولد يولي واقف مصدوم ومش فاهم اي حاجه، ولكن بعدها بلحظات بتحصل انفجار قوي وساعتها ميغا بيختفي العالم المجنون مع الولد ميغا في نفس الوقت لانه دمر الفرنك الخاص بيهم. ولكن كريش ما كانش مهتم واتكلم وقال لميغا ان السيد ايفاي عايزه يدمر صيادين مصاصين الدماء في اسرع وقت ممكن. وفي نفس اللحظات بقى كان جراف مع الولد يولي وبيحاول ان هو يفهم نيه يولي بعد ما عرف حقيقه اخوه. عرض عليه ابن المجنونه وقتها ان هو يسيب قتال مصاصين الدماء ويتخلى عن الالتقام. تفتكر يولي هيستسلم بالفعل؟ لا والله. يولي بيقول له مستحيل اعمل اللي انت بتقول عليه، انا كبرت على نار الانتقام، لا يمكن ابدا اقدر اوقف نار الانتقام ديت والا هتحرقنا كلنا. علشان بعد كده جراف يقول له انت عندك حاجات اهم من كده، لازم تدور على السفينه اللي قالك عليها اخوك، انت لو قدرت تلاقيها يا يولي هتنقذ اخوك بالفعل ومحدش هيقدر يقرب له. بس في الاول يا يولي لازم ان احنا نركز علشان نلاقي مصاصين الدماء ونعرف خطتهم. وعلشان كده بيتصل جراف بصديقه في البار وبيقول ان هو يفوت عليه بالليل علشان يعرف المعلومات الجديده. وبالفعل لما بيجي الليل بنشوف جراف لما بيروح على البار على طول وبيلاقي صاحبه مضروب بالنار وبيعرف منه ان هو اتعرض لهجوم من مصاصين الدماء. ولكن صديقه قبل ما يلفظ الانفاس الاخيره بيديله ورقه مكتوب فيها معلومات مهمه جدا. اللي كان مكتوب في الورقه كان صادم يا ساده بمعنى الكلمه، الليله هيحصل هجوم عنيف على قصر السيد ناوي. جراف بعدها من غير ما يفكر على طول بيقتل الوحش اللي قتل صديقه قدام عينيه وبيتصل بدورة علشان يساعدوه. وبالفعل دورة بتطلب من الولد يولي ان هو يطلع يجري على ريكو ويقول لهم ان هم يستخبوا في القبو وما يعملوش اي اصوات لانهم مستهدفين من مصاصين الدماء.
اما ريكو بقى بتجهز لبس الساموراي والسيف بتاعها كمان وبتقنع بقى ان هو يهرب معاها، بس ولكن فجأة قبل ما يطلعوا من المكان النور بيقطع والجو بيتقلب رعب تماما. اما يولي والفريق بتاع جراف واخدين مواقعهم خلاص ومستنيين الهجوم. ساعتها يولي كان جنب فليبو بيقول له ايه يا عم الحاج انت مش عايز تخلص عليا ولا ايه؟ انت نسيت ان انا من نفس نوع المستذئبين اللي قتلوا اهلك؟ علشان فيليب يرد عليه ويقول له انا مسامحك يا عم الحاج انت لانك مالكش اي ذنب واللي حصل سوء تفاهم. ولكن في اللحظات دي بيبدا هجوم مصاصين الدماء القوي والمعركه بتبتدي رسميا. بس المفاجاه بقى ان هجوم مصاصين الدماء كان مرعب بمعنى الكلمه يا ساده، عددهم كبير بمعنى الكلمه والمكان كله اتقلب راسا على عقب. ووقتها يولو وفيليب بقوتهم الجباره قدروا يخلصوا على كل اللي هجموا عليهم. ولكن لما بصوا ناحيه القصر يا ساده شافوا ان الهجوم هناك اعنف بكتير من اللي هنا. اتخضوا وطلعوا يجروا بسرعه علشان ينقذوا دورا وفارون لانهم في خطر كبير دلوقتي. بس المفاجاه ان الاثنين دول في الوقت دوت كانوا بيضربوا نار بشكل يستر على مصاصين الدماء اللي محاوطين القصر. ولكن فجاه بيظهر كريش وميخا قدامهم بدون اي مقدمات كده. ميخا بيهجم على فريب وبيحاول ان هو يخنقه. يولي شاف الموقف اللي حصل وطلع يجري بسرعه علشان ينقذه من ايديه، ولكن كريش اول لما شافه وقفه. بدات بعدها معركه طحنه بالسيوف بين كريش ويولي. يولي كان كل تركيزه وقتها وهدفه ان هو يوصل لفليب بس علشان يخلص عليه. بيتفادى ضربات كريش العنيفه يا صديقه وبينزل بسرعه على الولد ميغا وبيبعدهم عن فيليب علشان ينقذه. فيليب طلب من يولي ان هو يهرب من المكان لانهم هيخلصوا عليه وان قوتهم جباره، ولكن يولي رفض تام وقال له انت مجنون يالا مستحيل اسيبك لو كان مصير الموت. وفي اللحظه ديت كريش وميغا ولاد الغداره بيقرروا ان هم لازم يخلصوا على يولي نهائيا. بس ولكن قبل ما يلحقوا ان هم يعملوا كده فجاه الجيش بيتدخل بكل قوته والدبابات وبيهاجموا المكان. بيقدروا بالفعل يخلصوا على كل مصاصين الدماء اللي موجودين في المكان، ودوت كان كله بفضل الرائد ايباي المجتهد اللي كان ماسك الحمله من اولها، وعلى راسهم السيد جراف اللي كان بيخطط وموفر لهم الرصاص المخصوص علشان يقضوا بقى على مصاصين الدماء فورا. المنظر ده يا ساده كان صادم لجريش بمعنى الكلمه. اول لما شاف اللي حصل ده عرف ان الموازين اتقلبت تماما وان خطته كلها باظت، فاتكلم وقال للميغا احنا فشلنا يا ابن العبيطه لازم نمشي دلوقتي. ولكن قبل ما يفكروا ان هم يهربوا طلب منه ان هو يخلص على خيول الاول. وبالفعل بدا القتال ملحمي ومرعب بمعنى الكلمه بين الاخوه الاعداء. ميغا ابن الغداره كان ناوي يقتل اخوه باي شكل من الاشكال، ولكن يولي اتكلم وقال له انا عمري ما اقدر اقتلك ابدا لانك اخويا اللي من امي وابويا. الكلمه دي هزت ميغا حرفيا من جواه وتراجع خطوه كده وبص لاخوه واتكلم وقال له يبقى تبطل تضيع وقتك في قتل مصاصين الدماء. لازم يا يولي تدور على السفينه اللي اخدها ابونا واختفى من 10 سنين وساعتها تهني الحرب اللي حاصله دي. كم انت انسان يا ميغا ساب اخوه بعد كده ومشي يا ساده. ولكن يولي طلع يجري ورا جريش وقال له انت رايح فين يالا؟ هو ادخل الحمام زي يخرجوا. بس في الوقت دوت كان جريش هو وجراف على السطح يا ساده وداخلين في مواجهه قويه جدا، وبيكون واضح اصلا ان هم يعرفوا بعض من زمان وان هم مش ناويين يجيبوها لبره ابدا ومحدش فيهم بيطيق التاني. جريش ابن الغداره تمكن من جراف وكان على وشك ان هو يقتله، ولكن في اللحظات الاخيره بيلحقوا يولي. بيحاول ان هو يدافع عن جراف بكل الطرق لانه يعتبر في مقام ابوه. وقتها جريش ضحك بسخريه كده على يولي واتكلم وقال له ان جراف كان السبب اصلا في المجزره اللي حصلت زمان في القبيله بتاعته. يا نهار ابيض. يولي واقف مصدوم من الكلام ومش مصدق اللي هو بيسمعه. بس ولكن بدا يحكي له على قصه غريبه من زمان جدا لما لقى ورقه مكتوب عليها معلومات عن السفينه بتاعت سيروس، السفينه الجباره المرعبه اللي اي حد يمتلكها يقدر يحصل على قوه خارقه بمعنى الكلمه ممكن تخلي اصحابها يحكموا العالم. الورقه دي كان مكتوب عليها بشفره قديمه جدا خاصه بقبيله المستذئبين ومفيش حد قدر يفكها لفتره طويله، لحد ما لقى واحد عالم بيكون اسمه جراف كان عالم في الرموز واللغات القديمه وقدر ان هو يستخدمها علشان يفك الشفرات. وبالفعل جراف قدر ان هو يفك الشفره وكشف لهم اسرار السفينه وعرفهم ان هي في القبيله بتاعت يولي. اتجهوا على طول مباشره نحو القبيله بتاعت يولي، ولكنهم اول لما بيوصلوا هناك اتفاجئوا لان ابو يولي كان اخذ السفينه وخرج بيها لبعيد. النار غليت في عروقهم يا ساده ومن هنا حصلت المذبحه الكبيره، مذبحه مرعبه بمعنى الكلمه اللي قضت على القبيله بتاعت السيروس كلها. يولي اول لما بيسمع الكلام ده بيتصدم وبيغضب يا ساده واشتعلت جواه النار واتحول لذئب وهاجم جريش بكل قوته. قال له انت جاي علشان تدمر العلاقه اللي بينه وبين جراف؟ صدقني انا هخلص عليك. بوم ضربه ورا ضربه وكان عاوز ان هو يخلص عليه في اسرع اوقات ممكن وحالف ان هو ياخد بطاره من كل اللي حصل لعيلته. وبالرغم ان جريش كان بيقاتل بكل قوته وطعناته كانت كتيره جدا، ولكن يولي ما كانش مستسلم ابدا وكان بيقاتل بكل قوته. ذئب متوحش متعطش للدماء يا ساده بيقاتل بكل ما عنده. قدر بالفعل يكسر سيف جريش القوي وخرج الجزء المطعون بيه وغرزه في قلب جريش وقتله. وبعد كده توجه لجراف اللي كان مستسلم تماما قدام غضب يولي وبيقول له ارجوك ما تقتلنيش. ساعتها يولي مسك في جراف وقال له ليه تعمل كده؟ ما توقعتش ان انت تخوني. ليه كدبت عليه كل السنين اللي فاتت ديت؟ وكان على وشك ان هو يخلص عليه، ولكنه في نفس اللحظه افتكر ان جراف كان كويس معاه طوال السنين اللي فاتت وكان هو اللي مربيه كمان. ما قدرش يقتله، فضل يصرخ في وشه وقال له ازاي تخذلني؟ ازاي تخبي عليا طوال الوقت ده يا عم الحاج؟ انت ليه خليتني سلاح تستخدمه ضد مصاصين الدماء اللي اتعاونت معاهم علشان تقتل اهلي؟ كل ده بس علشان توصل للسفينه يا ابن المفتريه. انا لازم اعرف دلوقتي حالا ايه سر السفينه دي. ويا
يا ترى كانت تستاهل كل اللي حصل دوت وكل قريته واهلي يموتوا واخويا يتحول لمصاص دماء؟ انت كنت في مقام ابويا والشخص اللي قدم لي الدعم المعنوي علشان افضل عايش لحد دلوقتي. ساعتها جراف الندم سيطر عليه وقال له على فكره انا ندمان، سامحني يا يولي، انا ما كنتش اتصور ان الموضوع يوصل لكده والوحوش دي تقتل كل القريه بتاعتك. وعلى فكره انا من ساعتها مستكت ابدا وبحاول ان انا اطاردهم في كل مكان علشان انتقم منهم واكفر عن ذنوبي. وعلى فكره لما شفتك وانت صغير وانت بتقتل واحد من مصاصين الدماء بكل قوتك، عرفت وتاكدت ان انت جواك وحش متعطش للدماء وقلت ان لسه في امل ان احنا ننتقم منهم. وفي نهايه المطاف وعد ان هو يحكي له كل المعلومات اللي يعرفها عن سفينه سيروس وما يخلوش ابدا عايز يعرف اي حاجه. وبيعدي اليوم بالفعل يا صديقي العزيز، وتاني يوم بنشوفه بيبدا يعرف يولي ان السفينه دي هي عليها عوالم الكون وكمان عليها تكنولوجيا كتير محدش قادر ان هو يوصل لها لحد دلوقتي، وان في واحد من الملكيون بيدور عليها من سنين بيكون اسمه ايفاي. من وقت ما السفينه اختفت مع ابو يولي ومحدش عارف اذا كان الراجل دوت عايش ولا ميت ولا السفينه غرقت ولا لسه موجوده. فيولي بيرد عليه وبيقول له ان اخوه ميغا طلب منه ان هو يدور على السفينه وينهي الحرب ديت، معنى كده ان السفينه لسه موجوده وانا لازم اتحرك بسرعه. علشان جراف يرد عليه ويقول له قرارك، يقول انا مش هجبرك على اي شيء اللي انت عايزه اعمله. وعدى اليوم بالفعل وراح السيد جراف بعد كده على البر علشان يهدى اعصابه، وكمان في نفس الوقت يبعت رساله مشفره للمركز الرئيسي اللي تابع ليه وقال لهم ان مهمته خلاص خلصت وجريش مات. بس ولكن واثناء ما كان قاعد حس ان في حاجه غريبه في البر، فنزل وقتها علشان يشوف يا ترى مين اللي موجود. اول لما بينزل تحت بيلاقي باي في وشه واللي كان جاي يطلب منه المساعده، وده لان صديقي العزيز قياده الجيش امرته بمهمه البحث عن سفينه سيروس، وان هم بعتوا شخص زمان ولكنه اختفى، ودلوقتي كلفوه انه يعرف مكان السفينه ومش هينفع يرجع عندهم غير لما يجيب قرار السفينه. علشان جراف يتكلم ويقول له ان كل اللي يعرفه ان مصاصين الدماء بيدوروا عليهم كمان بقياده واحد بيكون اسمه ايفا، وانا على فكره للاسف ما اقدرش اساعدك اكتر من كده وانا مش هنضم ليك ابدا في المهمه دي. ايباي بيحبط وقتها ولكنه بيشكره على المعلومه ديت وبيسيبه بعدها وبيمشي. جراف بيرجع للفريق بتاعه بيقول لهم استعدوا علشان لازم نمشي دلوقتي نروح للندن، وده لان مهمتهم هنا خلاص خلصت والبحث عن السفينه بقى مسؤوليه الرائد ايباي، خلاص الجيش كلفه بيها. وعلى الناحيه التانيه بقى كان ميغا وصل هو العالم المجنون لمكان السيد ايفا. الراجل ابن المجنونه كان مستنيهم في مكان غريب لاقصى درجه، هم نفسهم كانوا مستغربينه. ميغا اول لما بيقابل السيد ايفا الراجل طلب منه وقتها انه يمشي وراه مكان السفينه، ولما بيدخل الولد ميغا بيتصدم. المكان غريب جدا والحيطان عاليه ومليانه رموز لغه قديمه تخص قبيله السيروس، محدش كان فاهم اي حاجه يا ساده. بس ولكن السيد ايفا قعد يشرح لميغا ويقول له ان هم رايحين المكان اللي والده خبى فيه السفينه بتاعه السيروس، وهناك الاب كان حابس نفسه مخبي السفينه معاه، ولما بيوصلوا بيلاقوا المكان مقفول بحاجز احمر بالفعل ومحدش يقدر يعديه الا لو كان مستذئب من السيروس. في نفس ذلك الوقت بنشوف يولي مرضاش يروح مع الفريق بتاعه لندن وقرر انه يروح مدينه السخالة علشان يدور على السفينه لوحده. وبالفعل مجرد ما بيوصل بيدخل مطعم علشان ياكل ويروق على حاله كده، ولكن فجاه بيتفاجئ بواحد مجنون بيقعد قدامه بيكون اسمه بيشو. الراجل دوت بيبدا يتكلم معاه بيعرفه بنفسه بيقول له ان هو قاتل مصاصين زيه بالظبط وان هدفهم واحد. اما عن ميغا بقى كان بيحاول ان هو يعدي الحاجز، ولكن للاسف مع كل خطوه كان جسمه بيتحرق ودوت لانه مصاص دماء ومبقاش مستذئب زي ما كان. بس ولكن بالرغم من كده كان مصمم ان هو يعدي البوابه ديت وبيقول على جثتي لو ما عدتش. ساعتها ايفا طلب منه ان هو يرجع، ولكن ميغا زعق عليه وقال له ما اسمعش صوتك. فايفا اتعصب وقال ما بدهاش بقى واستخدم السحر بتاعه على الولد ميغا وسحبه من الماده الحمراء، ولكن ميغا غضب منه وهجم على ايفا وقتها. جرى ايه يا ابن المجنون، انا كنت بحاول ان انا انقذك. بدا ايفا يسخر منه وفكر ان هو لا يمكن يسوى ولا يسمع كلامه لان هو ابوه اللي رباه حوله لمصاص دماء. وبعدها على طول خادم ايفا ضرب الولد ميغا على دماغه فقده الوعي تماما وخرجوا من الكهف ده. ايفا وقتها كان بيفكر انه يخدع الولد يولي المسكين ويخليه يفتح البوابه ديت وبعد كده يتخلص منه. وفي نفس الوقت بقى يا معلم يولي كان مع السيد بيشو واللي اتكلم وقال له ان هو موجود هنا علشان يبحث عن السفينه، وهدفه ان هو يدمرها علشان ينتقم من كل مصاصين الدماء. وفي راجل عجوز عايش في الجبل كمان يعرف مكان السفينه دي كويس قوي. الراجل دوت لو احنا رحنا له واتاكد ان انت من قبيله السيروس ممكن يدلنا على السفينه في اسرع وقت ممكن. وبالفعل بيروح عند الراجل العجوز دوت، لكنهم بيتفاجئوا ان هو كان بيتهاجم من مصاصين الدماء. ولكن السيد بيشو وقتها على طول بيضربهم بالعربيه ويولي بينط وبيحاول ان هو يحمي الراجل العجوز ده. بس ولكن في ذلك الوقت سمع اصوات غريبه ومرعبه حواليهم من شياطين مصاصين الدماء. بنتين صغيرين بيكون اسمهم تمارا ولسارا، الاثنين دول خدم السيد ايفا. رحبوا بيولي وقالوا له ان هم عايزين يعملوا معاه اتفاق دم ويخلوه تابع لهم زي ميغا كده. يولي رفض وقتها وقال لها ده عند امك، علشان البنتين يتعصبوا على الاخر ويهجموا على الولد يولي بكل قوتهم ويقولوا احنا هنعرفك يالا. يولي بالفعل قدر يتصدى للضربات المميته بتاعتهم وينجو منهم كمان. وفي نفس
الوقت البنتين لما شافوا السيد بيشو بيضرب عليهم نار يا صديقي هربوا من المكان وكانوا بيتوعدوا ليولي ان هم هيجوا له مره تانية وهيزعلوه. وبمجرد ما مشيوا من المكان الراجل العجوز رفع البندقيه بتاعته في وش الولد يولي وطلب منه ان هو يمشي دلوقتي حالا. قال له انت ايه اللي جايبك هنا؟ انت لولا ان انت ابن اليكس كان زمان دلوقتي زعلتك. ولكن يولي ما رضاش ان هو يمشي وطلع يجري ورا الراجل العجوز علشان يسال عن ابوه اليكس. وساعتها الراجل اتكلم وقال له انا كنت اعرف ابوك من زمان جدا يا يولي، انا زرته في القبيله بتاعتكم قبل كده لما حصل عليكم الهجوم لحد ما وصلنا لحد سخالي سوا وبعدها اختفى. مفيش اي معلومات تانية عنه. انا كنت بحب الراجل دوت جدا وزعلان قوي عليه. في نفس الوقت بيشو مسك الولد يولي وطلب منه ان هو يمشي دلوقتي حالا من هنا. وبمجرد ما ركبوا العربيه بالفعل بيشو اتكلم وقال ليولي واضح ان مصاصين الدماء ما كانوش جايين للراجل العجوز اصلا. الهدف الحقيقي هو انت يا يولي، وده معناه ان هم وصلوا لمكان السفينه وعارفين مكانها بس محتاجينك انت في مهمه مخصوصه علشان تفتح لهم الباب. وبعتوا اقوى خدامين عندهم مش علشان يقتلوك، لا لا والله بالعكس ده كانوا جايين يلعبوا معاكم عايزينك زي ما انت كده سالم غانم. يولي وقتها واقف مبلم بيقول له انت بتقول ايه يا عم الحاج؟ انت انا مش فاهم حاجه. اما بيشو بقى كان متاكد من الكلام بتاعه بيقول له الايام هتثبت لك. بعد كده بنشوف البنتين قاعدين مع الست ايفا وبيحكوا له اللي حصل مع يولي. ميغا كان قاعد وسمع ان اخوه وصل سخاله اخيرا وان ايفا هيستغل يولي علشان يفتح الحاجز ده. وقتها الولد حس بالغضب وكان محتاج ان هو يحذر اخوه في اي شكل من الاشكال. اما عن يولي بقى بيرجع هو وبيشو لمدينه سخاله وبالصدفه كده بيقابلوا الرائد ايباي ومعاه ريكو كمان. قعدوا سوا وقتها وايباي وراهم صوره الراكب اللي كان ماسك المهمه ديت من 15 سنه. وساعتها بيشو اتكلم وقال ده ممكن يكون نفس الراجل العجوز اللي احنا قابلناه فوق الجبل من شويه. الراجل ده كان غريب الاطوار وما كانش راضي يتكلم ولا كلمه واحده حتى. ولكن ايباي اتفاجئ وقال له ان هو يروح يتكلم معاه بنفسه علشان ياخد منه السفينه ويحميها. ولكن اعترض يولي بغضب وقتها واتكلم وقال ان السفينه ديت ملك للسيروس ولا يمكن يتنازل عنها لاي حد مهما كان. ايباي غضب صحيح من كلامه ولكن ما حطش في دماغه علشان يعدي المهمه. ونروح للجانب التاني مره تانيه يا صديقي. في الوقت اللي كان ميغا بيحاول يهرب فيه علشان يروح يلحق يحذر اخوه لازم يهرب فورا لانه يعتبر هو الهدف المباشر لايفا وهو الوسيله الوحيده اللي يقدر يفتحوا بقى الحاجز اللي بيحمي السفينه. ولكن ابن العبيطه للاسف بيقع في ايد ايفاي والحراس بتوعه. بيقول له وقعت في شر اعمالك يا ميغا. ولكن اللي حصل كان صدمه بمعنى الكلمه. واحد من الحراس بدا يظهر على علامات وباء الموت الاسود فبيقع على الارض وبيبدا جسمه ينزل دم. ايفا بيغضب وبيزعق وبيقول لهم اتخلصوا منه دلوقتي حالا والا هنموت كلنا. احنا لازم نلاقي سفينه السيروس بسرعه والا مصير كل مصاصين الدماء هيبقى الموت. ميغا سمع كلامه وفهم اهميه السفينه ديت لايفاي. اما تاني يوم بقى يا صديقي بيروح ايفاي للراجل العجوز وهناك بيتاكد بالفعل ان هو نفس الراكب اللي الجيش بعته من 15 سنه وان هو فعلا قابل اليكس ويعتبر كان صديقه وهو اللي اخذ السفينه بتاعت السيروس وهرب بيها. ومن وقتها وهم كملوا الرحله سوا. ولكن اليكس خلاه ان هو يوعده ان هو ما ينطقش باي كلمه عن السر دوت. يولي توسل للراكب علشان يساعده ويلاقي ابوه. ساعتها الراكب بص في عينه وكانه شايف اليكس واقف قدامه. اتكلم بحزن وقال له اليكس كان اعز اصدقائي وانا كنت اقدر ان انا ارجع اليابان من زمان بس انا عمري ما قدرت اسيبه ابدا لوحده وامشي. والحقيقه بقى اللي انا ما كنتش راضي اقولها لحد ان اليكس اخذ السفينه بتاعت السيروس وخباها تحت جبل سخالي في بطن الارض وعامل حواليها حاجز محدش يقدر يخترقه. واخر مره سمعت فيها صوت اليكس كان وهو بيطلب مني ان انا امشي من هنا وما ارجعش للمكان مره تانية. ولكن انا عمري ما قدرت ابعد عن المكان ابدا ولا انسى صاحب عمري. انا فضلت احرسه حتى بعد ما مشي. بعد كده الراكب طلع له خريطه قديمه بتحدد مكان الجبل بالظبط اللي مدفون تحته السفينه. وكمان ادى ليولي الصوره اللي هو وابوه قال له ديت اخر صوره صورناها سوا. انا دلوقتي اقدر اديلك الصوره ديت ومهمتي لحد هنا تكون خلصت مع صديقي. بيودعهم بعد كده وبيسيبهم وبيمشوا. وفي نفس الوقت كان السيد جراف والفريق بتاعه وصلوا لانفاق دغيل القديمه اللي اتدمرت زمان. بيحاولوا ان هم يدوروا على اي دليل يفهموا منه سر السفينه بتاعت السيروس. وفعلا جراف والفريق بتاعه وصلوا للمعبد الملكي لقبيله السيروس. وهناك قدر جراف ان هو يقرا الكلام اللي موجود على الحجاره وقدر يفتح الكابو السري اللي كانوا بيخبوا فيه السفينه زمان. ومش بس كده لا والله ده كمان لقى المفتاح اللي هيحتاجه يولي لو وصل للسفينه علشان يفتح الباب بتاعها. فقرروا وقتها بالفعل ان هم يلحقوا يولي في السخاله علشان يدوا له المفتاح دوت علشان ما يتعبش نفسه. ولكن يولي ساعتها كان بيهاجم العالم المجنون ووحوش الفرنكس. العالم المجنون دوت بنعرف ان هو كان عايز يقضي على يولي علشان ما يقدرش يوصل للسفينه ويفتح الباب. وساعتها بس ايفا هيفكه من السفينه ويرجع يهتم بالعالم بتاعه مره تانية ويلاقي علاج للوباء الاسود اللي بيدمر الناس. بدل ما ابن المجنونه معتقد ان السفينه ديت هي اللي هتنقذهم وعمال يجري وراها زي العبيط. وقتها يولي فهم بس الموضوع قرر يتخلص من الاهبل دوت الاول وكل اللي موجودين معاه. وبالفعل قدر ان هو يوهمهم وخلى الجليد ينهار من تحت رجليهم ويقعوا من على الجبل. بعدها يولي دخل الكهف اول لما شاف الحاجز قدامه من غير ما يفكر حتى ولا يتردد بيدخل على طول. ولكن اول لما بيبدا ان هو يمشي حس بحرقان جامد
جدا في جسمه وكأن الحاجز بيحذره علشان يبعد، بس يولي هيسكت. لا والله، يولي بيعاند وبيتحمل الألم لحد آخر نفس فيه. بس ولكن فجأة شرارة دماء المستذئبين بتتفاعل والماء الحمراء ديت بتعمل دوامة كبيرة حواليها وبتاخده جواها. الولد المسكين بيدخل جوه وهناك بيشوف كل الحقيقة، شاف نفسه وهو صغير مع ابوه وامه واخوه كمان، وبيشوف الراكب وهو بينقذ اخوه من الدب. ووقتها أليكس شكر الراكب وطلب منه ان هو يفضل في القبيلة طوال حياته وان هو هيلاقي الامان والسلام. بس ولكن الراكب كشف له الحقيقة وقال له ان هو جاي من الجيش الياباني ومكلف ان هو يسرق السفينة بتاعت سيروس، ولو اليابان اخدت القوة ديت هتبقى اقوى دولة في العالم وهتدمر العالم كله. وقتها أليكس اتصدم واتكلم وقال دول هيولعوا العالم كله حروب ومش هيبقى في اي سلام. وبسبب كده راح أليكس لابو جوستافو واتكلم وقال له ان هم في خطر، وان هم حتى لو قتلوا الراكب هيجي غيره وهيعرف مكان السفينة وهيسرقوها، لازم ياخدوا قرار دلوقتي. أليكس اقترح ان هم ياخدوا السفينة ويرجعوها لوطنها الاصلي في جبال سخالي، وهناك هيعمل عقد روح مع السفينة ويقفلها على نفسه للابد، وساعتها محدش يقدر ان هو يكسر الحاجز ده ابدا. بس في المقابل ان هو مصيره هيتحبس جوه للابد ومش هيقدر يطلع تاني. ده ضحى بنفسه علشان خاطر السفينة وعلشان خاطر بلده. وبالفعل دوت اللي حصل. وبعد ما يولي شاف كل الذكريات الأليمة دي هتلاقي نفسه واقف قدام ابوه بيحكي له ان هو ضحى بنفسه علشان السلام ولا يمكن يكسر الاتفاق الا بموته. بس ولكن يولي رفض الخطة بتاعت ابوه تماما وقال له ان هو يتحمل مسؤولية حماية فخر السيروس زي ما عامل اجداده، ولا يمكن يسمح لاي حد ابدا ان هو يلمسها في يوم من الايام. وشكر ابوه على التضحية اللي هو عاملها، ولكن كان حزين لانهم اتحرموا منه طوال الوقت. ساعتها ابوه بيبص له بفخر وبيقول له انا واثق فيك يا يولي، انا هسلمك الامانة. وفجأة ابوه بيضحي بروحه وبيقول له جه الوقت اللي انا هرتاح فيه يا يولي، انا هتفرج عليك من السماء مع امك وانت بتحمي السفينة بعد ما كلنا فشلنا ان احنا نحميها. بيختفي في وسط لحظات من الالم ويولي بيصرخ بأعلى صوته بيحاول يمسكه وبيقول له ارجوك ما تسيبناش، ولكن الوقت خلاص فات يا يولي، انت بتعمل ايه؟ في نفس اللحظات بره بقى بيشو كان واقف بعيد كده بيشوف الحاجز الاحمر بيتحول للابيض وبينطلق نور ضخم طاير في السماء. ايفا كان قاعد في منطقه اول لما شاف الضوء دوت عرف ان السفينة ظهرت مرة تانية وان يولي قدر يخرجها للعالم. وفي اخر المطاف يولي بيمسك السفينه اللي طلعت عباره عن كره منوره بيخرج بيها بره. في نفس اللحظات بيكون الرائد ايباي وريكي وصلوا لنفس الكهف اللي هو كان فيه وفعلا بيتقابلوا علشان يهربوا. بس ولكن بيشو ابن المجنونه بيهدد يولي وبيقول له لو ما دمرتش السفينه دلوقتي حالا هضرب ريكو بالنار. ساعتها يولي بيقول له زهروبان عليك الامان، انا فاهمك من زمان اصلا، انا عارف ان انت مصاص دماء من اول لحظه قابلتك فيها ريحه دمك اصلا فضحتك، بس لما بصيت في عينيك حسيت ان انت ندمان وكنت فاكر ان هم حولوه غصب عنك، وعلشان كده وثقت فيك وقررت ان انا اشتغل معاك يا ابن الخاين. الكلام ده بيأثر في بيشو وبيرجع ثقته في يولي مرة تانية وبيعتذر منه، بيقرروا يكملوا رحلتهم سوا. بس فرحة ما تمت وهم خارجين بيلاقوا لسارة وتمارا واقفين مستنيينهم، بيقولوا له اهلا يا روح ماما، وبيهجموا على يولي هجوم متوحش بمعنى الكلمة. كان معاهم الولد ميغا اللي قوة الدم سيطرت عليه تماما بسبب اوامر السيد ايفا، وفي اللحظة ديت ميغا بيطعن اخوه طعنة قوية جدا. يا ابن الغدارة ليه كده؟ بياخد منه سفينة السيروس وبيحط عليها دم اخوه يولي وبيديها لليسار. بعد كده البنت بتطلع بسرعة علشان تطير وتاخد السفينة توصلها للسيد ايفا، ولكن بيشو بيلحقهم في اللحظات الاخيرة وقدر يقتل ليسار واخد منها السفينة. اما ميغا المسكين بقى في الوقت دوت كان بيحاول يقاوم سيطرة الدم عليه، وبالفعل قدر يكسر اللعنة لما شرب دم واحد من المصابين بالموت الاسود ودوت رجع له وعيه تاني. بس اول لما فاق رجع يضرب في يولي مرة تانية وهو منهاره بيقول له انت ازلت القفل من على السفينة ودوت هدد العالم كله، انت ليه عملت كده يا يولي؟ ولكن يولي رد عليه واتكلم وقال له انا شفت ابويا يا عم اتكلم معايا ووعدته ان انا هحافظ على فخر قبيلة السيروس والسفينة زي ما اجدادنا حافظوا عليها زمان، لازم اخلق السلام بين كل المخلوقات اللي عايشة على الارض. وفي الاخر بيقرروا يقفوا جنب بيشو وبياخدوا السفينة من جديد، ولكن قبل ما بيشو يخلص على البنت تمارا فجأة السيد ايفا ظهر قدامهم، قال له انت بتعمل ايه يا روح ماما؟ وطعنه طعنة قوية جدا جابت اجله على طول. الصدمة كانت كبيرة على يولي وميغا وكل الفريق اتجمد مكانه حرفيا. اما ايفا اتكلم وقال لهم خلاص السفينة بقت ملك يا حلوة. اخد السفينة بالفعل وطار على المنطقة بتاعتهم، وساعتها ميغا كان ولع وقال لاخوه ان هو هيقتل ايفا، لازم ينتقم منه باللي هو عامله دوت وبعدها يموت مش فارقة معاه. بس ولكن فجأة بيلاقوا نفسهم متحوطين بعدد رهيب جدا من مصاصين الدماء ومش قادرين يتحركوا ابدا. بس وفي ذلك الوقت بيظهر السيد جراف والفريق بتاعه بطائرة في السماء، بيبداوا يرشوا نار على مصاصين الدماء وبيفتحوا لهم طريق بالفعل علشان يمشوا. وقتها ميغا بيطلع يجري بكل قوته وبيطير في الهواء علشان يلحق ميغا قبل ما يوصل للمنطاد بتاعه ويقول جري علشان يلحقهم. اما بقى جراف نزل من الطائرة بالحبل على المنطاد بتاع ايفا مباشرة، بس ولكن للاسف ايفا ابن الخبيثة كان سابقهم وعمل الطقوس الغريبة بتاعته وبلع الكرة بتاعت سفينة السيروس. انها الصدمة يا سادة.
وبكده ابن الخبيثه بقى عنده كل المعلومات والقوى السحريه اللي هو عايزها علشان يخلي مصاصين الدماء خالدين ويحكموا بيها العالم. بس للاسف يا ساده اول لما ايفا بلع السفينه ديت حصلت حاجه غريبه جدا من قوه السفينه، بيحصل له تاثير غريب قوي ومريب بيخليه ان هو يحس ان هو اقوى مخلوق على وجه الارض، لدرجه ان هو كان عايز يتخلص من كل المخلوقات اللي موجوده معاه على الارض لانه مش مهتم بيهم ومش عايز اي حد يوجع له دماغه، وبينقلب تماما على مصاصين الدماء وبيبدا ان هو يقتل اقرب الناس ليه، حتى تمارا بتخاف منه جدا وبتهرب من قدامه. ابن المجنونه كان على وشك ان هو يقتلها ولكن وفجاه يولي بيجري بسرعه وبيقدر ان هو يدخل جوه المنطاد وبيوقف ابن العبيطه ده، بيقول له انت بتعمل ايه يالا، ده مش هدف السفينه ابدا، جاتك 60 نيله القوه اللي انت بلعتها تقضي عليك ومش هتعرف تسيطر عليها ولا تستوعبها. ساعتها الغرور بيمسك في ايفا وبيقول له مفيش اي حاجه تقدر توقفني، انا بقيت اقوى حد في الدنيا كلها واسيطر على الكون، انا اقوى من مصاصين الدماء والمستذئبين وحتى البشر. وفعلا بيبدا ان هو يهدده وبيقول له ان هو هيهدم كل حاجه حواليه. وفي الوقت نفسه ميغا بيحاول ان هو يقتل ايفا ولكن ايفا بيوجه له ضربات قويه بتطير ميغا لبعيد. في اللحظات ديت يولي بيلاقي السيد جراف واقع على السلم بتاع المنطاد وبيتكلم وبيقول ليولي ان هو عنده خبر حلو ليه، جاب له الجزء الثاني من سفينه السيروس اللي كان موجود في المعبد الملكي بتاعهم وما كانش قادر يوصل له. وقتها جراف بيقول له ان هو لازم يدمج الجزئين دوت مع بعض وهو الوحيد اللي يقدر يعمل كده، ولو عمل كده هياخد السفينه كامله ويوازن بها القوه والحكمه. وبيقول له ان هو لازم يستعيد جزء القوه من ايفا علشان يجمع السفينه مره ثانيه. فيولي بيتكلم وبيقول له ان هو مش ناوي يقتل اي مخلوق على وجه الارض، وان في حكمه كبيره خلت الانواع المختلفه تعيش على الارض، مصاصين الدماء والمستذئبين والبشر، علشان التوازن يكون موجود. ساعتها تمارا بتستغرب ازاي يولي بيفكر بالطريقه دي، ده كان ناوي ان هو يخلص على كل المخلوقات الغريبه اللي عايشه على الارض ما عدا البشر لانهم قتلوا اهله. وقتها يولي بيجري بسرعه علشان يقتل ايفا قبل ما يقتل اخوه ميغا، وساعتها الاخوه كانوا بيحاولوا ان هم يخلصوا على ايفا بكل قوتهم، وبالرغم اتحادهم الكبير ولكن القوه اللي كانت موجوده جوه ايفا كانت اكبر بكتير منهم. ما كانوش قادرين على هما الاثنين ولا مستوعبين ايه اللي بيحصل، ولكن وفجاه جسمه بدا ينهار، ما كانش قادر يسيطر على جسمه فبيحاول يهرب من قدامهم. بس يولي بيجري وراه بيقول له انت رايح فين يا روح ماما، بيمسك السيف وبيغرزه فيه بكل قوته. وايفا وقتها بيحاول ان هو يوقع يولي في الميه وكان على وشك يموته، بس ولكن ميغا في اللحظات الاخيره بيقدر ينقذ اخوه. ميغا اتعصب وقال له انا زهقت من امك يالا، وساعتها هجم على ايفا بكل قوته، حط ايده جوه عين ايفا وقدر يشيل سفينه السيروس بكل قوته، وبكده انهى حياه ايفا وتحول لرماد. بعد كده يا ساده يولي وميغا رجعوا على المنطاد مره تانية ولكن ميغا كان بيموت، بيلفظ في انفاسه الاخيره واتكلم وقال له اخونا فخور بيك جدا، انت لازم تكمل المشوار وترجع السلام زي ما كان زمان. وبعد كده المسكين مات على طول ويولي زعلان جدا عليه. بس ولكن ما فيش وقت للحزن يا يولي، ساعتها بيقوم وبيجمع الكورتين مع بعض وبياخد القوه الكامله لسفينه السيروس. بيظهر بعد كده يولي بكل قوته قدام السيد جراف وكانه في حلم تماما. يولي بيطلب من السيد جراف ان هو يوعده لو القوه ديت حولته لشرير يقتله على طول من غير ما يفكر، وبالفعل جراف بيهنيه على القوه الجديده وبيوعده ان هو هيعمل كده بالفعل. وبعد اللقاء ده يا ساده يولي بيختفي تماما وكل واحد بيرجع لحياته الطبيعيه ومفيش حد عارف حصل له ايه. وفي النهايه يولي بيعرف ان الحكمه اللي اكتسبها في رحلته حولته لكائن فريد من نوعه، ورسالته هي السلام للجميع بدل ما يكون قوته الشر والدمار. والى هنا يا ساده تنتهي رحلتنا. فلو عجبتك الحكايه اعمل اللايك الرايق اللي زي كده وصلي على الحبيب محمد عليه افضل الصلاه والسلام، واشوفكم على خير الفيديو اللي جاي.